السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. قبل كل شيء لا تنسوا الصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم سنتكلم عن مباراة في دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. الترجي التونسي كان أمام ملعب مالي، مباراة أمام ملعب مالي. اليوم مباراة انتهت بالتعادل السلبي 0-0 في أول مباراة في دوري المجموعات في ملعب الترجي التونسي. يعني الترجي التونسي في ملعبه امام جماهيره يتعادل، ما قدرش يسجل ولا هدف في هذه المباراه المهمه. يعني مباراه مهمه. المباراه الثانيه ستلعب امام بيترو اتلتيكو في خارج ارضيه الملعب. ستزداد صعوبه. ودوري ابطال افريقيا لهذه السنه صعب جدا. دوري ابطال افريقيا لهذه السنه صعب، ولذلك يجب التركيز في مباراه في ملعبك. 3 نقاط، 3 نقاط، تعادل او خساره فهذه نتيجه سلبيه. لذلك اليوم الترجي التونسي كان لديه فرص تلقى اللي قدم مباراة كبيرة أيضا بصراحة، لكن ضيعوا فرص وكوناتي ضيعوا فرص بغرابة. الآن المباراة كانت ستنتهي ب5-0. تخيلوا معي هذه المباراة 5-0، يعني فرص حقيقية، فرص سهلة، لكن تضيع بطريقة اللي يجب أن نشوف. المدرب مش فقط المدرب اللي يتحمل المسؤوليه نتيجه المباراه، لا، ايضا اللاعبين. فالمدرب نعم يجب ان يصحح عده نقاط، لان يجب ان يعرف، هو يعرف بان دوري ابطال افريقيا صعب، ويعرف انه يدرب الترجي التونسي، لكن يجب ان يصحح عده نقاط، او اتوقع ان يكون مدرب اخر. صعب جدا استمرار المدرب بهذه الطريقه مع الترجي التونسي. فالترجي التونسي ايضا فريق اللي نتكلم عن فريق اللي منافس على دوري ابطال افريقيا، فصعب تكون هذه انطلاقه الترجي التونسي في اول مباراه. فلذلك المدرب يجب ان يصحح عده نقاط حتى في التغييرات وفي التشكيله الاساسيه، وايضا نتكلم عن بوزيان وعده اسماء. لكن هذه المباراه بصراحه اللاعبين ضيعوا فرص. هذه المباراه كانت تنتهي 5-0 او 4 أو 6، وكان سيكون كلام اخر. فلذلك المدرب بصراحه في هذه المباراه ما كيتحملش يا اخي يدخل يسجل، لا، طبيعه الحال لا. صعب الفرص اللي شوف، انا اتكلم يجب ان يصحح عده نقاط بصراحه، لان هذه طريقه اللعب فتره من الفترات تشاهد الترجي التونسي هناك ليس كتحس بان ليس هناك طريقه لعب اللي يجب ان تصحح عده نقاط. لان المباراه السابقه وهذه المباراه مباراتين على التوالي ما تسجلش ولا هدف. هنا تحس بان ليس هناك حلول في الهجوم، ليس لديك مهاجم قادر ان يسجل الاهداف. فعوده المساكني غادي تعطي اضافه. علاش انا قلت لكم عوده المساكني غادي تعطي اضافه كبيره؟ لان المساكني لاعب اللي خبره كبيره واللاعب اللي يعرف يسجل. هذه المباراه بالذات، اتوقع لو كان يوسف المساكني ربما تكون نتيجه مغايره، رغم ان يوسف المساكني لم يلعب تقريبا، كان بدون فريق وفتره فتره طويله لم يلعب، لكن هذا اللاعب كامكانيات قادر ان يسجل. فهذه المباراه انتهت 0-0، لكن فرص تضيع بطريقه غريبه. يجب التركيز. المشكله ان الهجوم كامل، الجناح كظهير كوسط ولا احد قدر يسجل هدف امام ملعب مالي في هذه المباراه، خصوصا بانه كان هناك فرص سهله. فلذلك المدرب يجب ان يصحح عده نقاط. واتوقع بانه سيصحح عده نقاط بعد عوده المساكني. بصراحه الترجي التونسي لم اكن اتوقع بانه سيتعادل في هذه المباراه. واللي شاهد الفرص، المباراه كانت تنتهي ب5. فرص بطريقه. المهم هذا كل شيء. احبكم في الله.